سلسلة لو بنت هتسافر لوحدها تخلي بالها من ايه؟ السفر الآمن للبنات. حلم كل بنت انها تسافر لوحدها، بس دايما في خوف سواء من الاهل او من الفكرة نفسها. بس طبعا حلم انك تسافري لوحدك وتستكشفي بلد جديدة هو اكتر حاجة بتفكري فيها. وكم مرة سألت نفسك هل امان ان انا اسافر لوحدي؟ وهل انا اقدر اقنع اهلي ان انا اخد التجربة دي؟ بص بقى يا ست البنات، اول حاجة لازم تخططي كويس قوي وتهتمي بتقييمات الاماكن اللي هتروحيها، سواء فنادق او هوستلز او حتى اماكن هتزوريها عادي. على الانترنت هتلاقي تقييمات لكل الاماكن اللي هتزوريها والفنادق كمان. اقرأي التقييمات ديت كويس قوي، وخصوصا اللي من البنات. لازم كمان مرة لازم تكوني على تواصل مع اهلك واصحابك. اول لما توصلي المطار هاتي شريحة موبايل وانترنت، وطمني اهلك واصحابك، وقولي لواحد فيهم على الاقل عن خطتك في السفرية، علشان يكون في دايما حد بيتابعك وعارف اخر مكان كنت فيه فين. بلاش نلفت النظر واحنا مسافرين خالص، يعني بلاش نبان ان احنا اجانب قوي. سيلفي ستيك بقى وكاميرا متعلقة على الرقبة وبرنيتة زي حواس، بلاش ده كله، وحاولي تلبسي لبسك العادي وتعاملي كأنك واحدة من البلد. تالت حاجة، اسمعي كويس قوي لنصايح اهل البلد قبل ما تسافري. اقرأي عن نصايح سفر البنات للبلد اللي انت رايحاها، والفيمينيست على الانترنت مقطعين الدنيا. اقرأي بيقولوا ايه وايه نصايحهم في البلد دي. واي هوستل او فندق تنزلي فيه حاولي تسألي الناس او الريسبشن اللي موجودة عن اهم النصايح وطرق النصب الموجودة في البلد. اغلب الناس هناك بتكون ودودة وهتحب تساعد جدا. رابع حاجة بقى، اتعرفي على بنات زيك في البلد اللي انت رايحاها. انا دايما بفضل مواقع زي كاوتش سيرفينج او انترنيشنز او ميت اب. المواقع ديت غير ان هي بتتيح انك تستضيف ناس تانية، بس برضو بتتيح ان الناس تتعرف على بعض ويتقابلوا كمان. فممكن جدا تتعرفي على بنت من البلد اللي انت رايحاها وتتواصلي معاها وتطلبي كمان انت تتقابلوا او تخرجوا سوا، وممكن تبقوا اصحاب جدا وهي اللي تلففك وتوريك البلد بتاعتها. بس مهم جدا انك تتاكدي من تقييم البنت ديت من خلال البروفايل بتاعها، ان هي محل ثقه، وان في ناس كتير قابلتها قبل كده او استضافتهم وهي بنت محل ثقه. بلاش ذهب ومجوهرات نهائي، يعني نحاول بقدر الامكان ما نسافرش بحاجه مهمه وغاليه زي الذهب، ما حبكتش يعني. وحاولي تسيبي الباسبور والاوراق المهمه دايما في مكان امن في الفندق او الهوستل اللي هتكوني قاعده فيه، ويكون معاكي دايما نسخه منهم على الموبايل. الطوارئ مهمه، علشان كده لازم يكون معاكي على الموبايل رقم الفندق او الهوستل اللي هتنزلي فيه، رقم البوليس، ورقم الطوارئ بتاع البلد اللي انت موجوده فيه. انا عارف ان المصريه معروفه بقوتها وجبروتها، بس بلاش تمشي في الشارع بالليل، وحاولي دايما تبعدي عن الاماكن المشبوهه. انا عارف ان ديت نصيحه مفروغ منها، وخصوصا لو مسافره لوحدك. وزي ست اليسا ما بتقول، امشي دايما ورا احساسك. لو حسيتي في المكان اللي انت فيه انه مش امان، او الشخص اللي قدامك ده ان هو مش كويس او العكس، امشي دايما ورا حس. اخر حاجه بقى، قبل ما تسافري لوحدك حاولي تسمعي راي كلام البنات اللي بتسافر كتير لوحدها، وخليكي واثقه دايما في رايهم، زي مروه علي وشروق غلاب. البنات ديت انا دايما بثق فيهم وبثق في رايهم، وبقعد اتفرج على كل النصايح اللي بيقولوها. فيا ريت تبعتي لهم رساله وتتاكدي لو انت عايز تسافري لوحدك ان هم هيساعدوك. ودايما ربنا يحفظك.